زوجا حنينا. سلام من الله عليكم حضورنا الكريم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم، ونحن نلتقي على الخير والمحبة والوفاء وفي رحاب مدينة عنوانها الجود وديدنها العطاء وطريقها الأمل المرسوم على عيون أرضها المعطاء. نلتقي هنا في رحاب واسط الحبيبة مضيف الجود والكرم والخير، مدينة المتنبي والشعراء والمتميزين والمبدعين. انتخابية 203 تحالف قيم المدني، وهي تقيم بينكم ومعكم وبحضور رئيسها وأمينها العام النائب سجاد سالم، والمرشح عن قائمة تحالف قيم المدني الأستاذ المحامي حسين راهي القريشي صاحب التسلسل رقم 5. ستظل أيدينا تعمر أرضها وتزيد دوما من تقى الإعمار. محافظة واسط الحبيبة أيها الأحبة، دعونا نحلق معا إلى عالم الأنغام والمقام والاقتدار، لنطوف من خلال الحنجرة الرهيبة والمهيبة على كعبة السور بين الجواب والقرار، حين يلتقي الحرف بالصوت في عناق الحنجرة مع اللسان، يهجع القلب وتطمئن النفس ويرتقي الوجدان، فتكتمل اللوحة وتدب الهمة في الأبدان عندما يقرأ القرآن. خير ما نفتتح به هذا المهرجان آيات بينات من القرآن الكريم، يتلوها على مسامعنا القارئ أبو حسن القريشي، نستقبله بذكر الصلاة على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شلونك ابو حسين؟ حميم عين سين قاف. كذلك يوحي إليك وإلى الذين من قبلك والله العزيز الحكيم. والفداء، وعلقوها على جدران ذاكرة التاريخ والأهل والعشيرة والأصدقاء، صورا نفتخر بها كلما يمر من أمام أعيننا شريط مواقفهم الوطنية الإنسانية النبيلة. إنهم شهداء العراق، إنهم شهداء الحشد الشعبي، لولا هم اللي خلوا الدنيا بقفاهم والصدور رصاص تتلقى وتصد، دول هم صارت الحلفان بيهم، قمنا نحلف وحد ظلم الحشد. إلى شهداء العراق كافة نقف سوية لقراءة سورة الفاتحة. يعزف بيننا النشيد الوطني العراقي. والحياة والنجاة والحياة والنجاة في
الله وبركاته. ابتداء احنا امام ايام قليله تفصلنا عن استحقاق انتخابي مهم متعلق بمجالس المحافظات. ومجالس المحافظات هي مجالس تمثل المواطن ومهمه جدا. مهمه لانه عضو مجلس المحافظه وارتبط معاكم يوم بيوم ساعه بساعه لتمشيه الامور الحياتيه والمعيشيه للمواطن. بالتالي هو جالس هنا معاكم في ديرته بين اهله بين عمامه بين ناسه بين جمهوره، يقدم ما يستطيع ويسعى لتقديم الخدمات لكل اهله وناسه. فمساله بانه جيب الطياره اللي جايه حتيجي بعد. يعني هو زعل عن واحد يريد يمثل صوتك في مجلس المحافظه، يمثل مدينتك، يمثل منطقتك. بالتالي اللي راح يقاطع الانتخابات راح يجوا الناس غير ينتخبون. والشخص اللي ما راح تعطي صوتك ويشوف بانه كفؤ ويستحق ويستاهل بانه يكون في هذا المكان والموقع المهم راح يجي غيره يمثلك. فالخساره خساره. إذا ما أعطينا أصواتنا وإذا ما أعطينا ثقتنا بشخص من مدينتنا قريب علينا ويستاهل ويستحق بأنه يكون في مجلس المحافظة، هنا هاي الخسارة راح تكون مضاعفة وبالتالي نتيجتها الندم. وأي ندم؟ هو ندم 4 سنوات و4 سنوات من أعمارنا. فمسألة المشاركة في الانتخابات هي مهمة جدا، لأنه هاي أمور وقرارات تتعلق بحياتنا وبمصيرنا يوميا. بالتالي يوجد شخص يمثلها في مجلس المحافظة. الأمر الآخر بأنه مو فقط ننظر إلى الشخص، وأنا دائما أكرر وخلينا نخليها في بالنا بأنه ننظر إلى القائمة، إلى الاتجاه السياسي. يعني هل عنده تجربة؟ هل عنده ماضي؟ فشل؟ نجح؟ كنا نقيم قائمته. مرات نصادف شخص جيد ولكن قائمته سيئة، بالتالي ما سوينا شيء. راح ترجع عليه نفس الخراب ونفس الدمار من سنة 2003 ولغاية الآن. فمهم جدا بأنه نختار شخص وطني وبديل وطني لكل أحزاب الحاكمة حاليا والأحزاب الفاسدة. ما يكفي فقط بأنه نأتي بأشخاص جيدين، ولكن هذا يجب أن يرتبط بمنظومة، بأنه هاي الطبقة السياسية الحالية الفاسدة اللي موجودة تحتاج إلى بديل، ونطمح بأصواتكم أن نكون البديل لهذه الطبقة السياسية الحاكمة الفاسدة اللي عليها مؤاخذات كثيرة. الأستاذ إحسان القريشي ابنكم وابن مدينتكم، وهو شخص كفور ويستحق الصوت ويشارك المشاركة في الانتخابات، تشتري شرائط بطاقات انتخابية وغيرها من السلوكيات اللي معروفة. ولكن القوائم المدنية والوطنية هي تعتمد على عموم الناس. ترتفع المدني على هذه الكلمات الطيبات الرائعات. أيها الأحبة الأكارم، نجدد ترحيبنا بكم مع حفظ الألقاب والمقامات. طبتم وطاب ممشاكم، فحضوركم ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. صدق الله العظيم. السلام عليكم أيها الجمع الكريم، السلام عليكم تحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إنه من غطة السرور والفرحة بالأمل القريب أن أشاهد هذه الثلة الخيرة من الجالسين من أهالي النعمانية الذين ينتظرون مرشحهم البار، ابنهم البار إحسان راهي القريشي، الاختيار الناجح الذي سوف نفرح به قريبا في المستقبل القريب.
والانتخابات هذه تختلف عن الانتخابات القادمة من نواحي كثيرة. لا أريد أن أكرر كلام السيد النائب الأخ سجاد. هذه الانتخابات لها دور كبير في هذه المرحلة. إن الميزانية السنوات سوف يستغلها أبناء مجالس المحافظات القادمون. هذه الميزانية والمخصصات التي خصصها إلى مدينتكم. نعم، أقولها وكما قالها الشيخ أحمد الربيعي: إنه ابنكم البار ورجلا خرج من رحم هذه المنطقة، وقد جربتموه في المواقف وكان بحق رجل المرحلة، جاء ليخدم وأنتم أهلا للخدمة. بينكم ومعكم المرشح الأستاذ إحسان راهي القريشي صاحب التسلسل رقم 5، فليتفضل لإلقاء كلمته مشكورا. بسم الله الرحمن الرحيم. السادة الحضور، سادات وشيوخ ووجهاء وشباب محافظة واسط الأبطال، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ابتداء أنا أقف هنا وكلي فخر واعتزاز أن أعلن نفسي خادما لمحافظتي العزيزة بصورة عامة ومدينة النعمانية بالخصوص. حقيقة أنا والشباب العاملين معي في مشروعنا الانتخابي اخترنا هذا اليوم لإقامة مؤتمرنا الانتخابي لما يحمله هذا اليوم من معاني كبيرة، ألا وهو يوم النصر على عصابات داعش الإرهابي وتطهير أرض الوطن من هذه العصابات. وأنا مؤمن ومتيقن أننا وبوجودكم ومن خلال هذا الجمع الكريم سنعلن الحرب ضد الأحزاب والشخوص الفاسدة في محافظتنا العزيزة، والتي تريد نهب وسلب خيرات محافظتنا كما كان في السابق والتجارب السابقة من خلال تواجد مجالس المحافظات. لا يخفى على الجميع أن الحرب ضد هذه الأحزاب هي أشد من الحرب ضد عصابات داعش. أيها الإخوة الكرام، ندعوكم إلى المشاركة الفاعلة في انتخابات مجالس المحافظات لما تمتلكه من أهمية من خلال وجود أشخاص أكفاء وقوائم مدنية همها الوحيد هو خدمة المحافظة وأبناء محافظتها. إن أهمية وجود مجلس المحافظة وأعضاء مجلس المحافظة هو لإقرار ميزانية المحافظة بما يتناسب مع خدمات وحسب الأولوية، وأن دور عضو مجلس المحافظة هو دور رقابي يحتاج إلى أشخاص أكفاء ملمين بالقانون للمراقبة على جميع دوائر المحافظة وجميع المشاريع التي يتم تنفيذها داخل المحافظة.
حتى يكون هذه المشاريع ضمن المواصفات المطلوبة وتوفير الخدمات. لا يخفى علينا أن أغلبنا ناغم ورافض لمجالس المحافظات بسبب التجارب السابقة التي فشلت فشلا ذريعا في إدارة المحافظة، وأن فشل مجالس المحافظات في السابق هو لأسباب. السبب الأول وجود الأحزاب الفاسدة، والسبب الثاني الشخوص الفاسدة التي تعمل لمصالحها الشخصية ومصالحها الحزبية فقط، تاركين المواطنين خلف ظهورهم. وإن كان هناك أشخاص جيدين، لكن وجود هذه الأشخاص الجيدة ضمن قوائم فاسدة جعل من هذه الأشخاص مقيدة غير قادرة على أداء مهامها وواجباتها اتجاه محافظتها. أكرر دعوتي لكم للمشاركة في هذه الانتخابات والمشاركة الفاعلة لاختيار من يمثلكم داخل مجلس المحافظة ويكون صوتكم والحريص على حقوقكم وخدمات المدينة وجميع القطاعات. حقيقة أنا ومنذ عام 2019 شاركنا في مظاهرات واحتجاجات. بعد 2019 أغلب شبابنا الأبطال اللي قادت هذه المظاهرات والاحتجاجات أصبحوا هم المتصدين للمسؤولية، وأنا اليوم فخور أن أكون أصغر مرشح في محافظة واسط بل وبالعراق كافة ضمن تحالف قيم المدني. هذا التحالف الوطني المدني الذي يهدف إلى بناء دولة مدنية بعيدا عن المحاصصة والفساد والسلاح المنفلت. كذلك أنا فخور أن أكون أول شاب يتصدى للمسؤولية ويعلن نفسه مرشحا حتى يعطي الدافع المعنوي لجميع شبابنا الأبطال للتصدي للمسؤولية وخدمة بلدهم ومحافظاتهم. ونعاهدكم أمام الله وأمام الحاضرين سنكون صوتكم الصادح داخل مجلس المحافظة، وسنكون الرقيب المؤتمن على أموالنا وخدماتنا في جميع القطاعات الزراعية والصناعية وقطاع الخدمات والصحية. وفي الختام لا يسعني إلا أن أقدم شكري واعتزازي بتجمعكم هذا ودعمكم لنا. الشكر لشيوخنا ووجهائنا وساداتنا وشبابنا الأبطال وقواتنا الأمنية، وإن شاء الله سنكرر جمعتنا هذه بيوم إعلان نتائج الانتخابات والفوز إن شاء الله. وشكرا. الأستاذ إحسان القريشي.